رئيس الجمهورية بقصر القبة حدد فيه ملامح تحركه فيما يتعلق بالمشروعات الداخلية والتوجه الداخلي وأيضا ملامح التحرك الخارجي. يسعدنا أن يكون معنا في هذا الحوار الدكتور أحمد عفيفي المحلل السياسي. صباح الخير دكتور أحمد. صباح الخير دكتور أحمد. بس اسمح لنا هنشاهد هذا التقرير مع السادة المشاهدين ونرجع لتساؤلات كثيرة عن أهم محاور التنمية في عهد الرئيس الجديد عبد الفتاح السيسي، وتساؤلات كثيرة مشاهدينا الكرام بأي شكل هتكون التنمية وأي اتجاه هتقودنا ليه. نتابع. بعد أداء الرئيس عبد الفتاح السيسي لليمين الدستورية كرئيس لجمهورية مصر العربية، من المقرر أن تتقدم حكومة المهندس إبراهيم محلب باستقالتها وسط تساؤلات البعض حول حجم التغييرات المتوقعة في الحكومة القادمة، وهل سيتم الإبقاء على بعض الوزراء أم سيتم إحلالها كلياً. وكان المهندس إبراهيم محلب قد أعرب عن سعادته بإنجاز هذه المرحلة من خريطة المستقبل ومشاركته شخصيا وحكومته في تحقيق هذا الإنجاز. وأكد محلب أن حكومته قد أدت مهمتها بنجاح، وأنه من حق الرئيس اختيار معاونيه في المرحلة القادمة، خاصة وأن التحديات التي تواجه مصر كبيرة، مشيرا إلى أنه يراهن على نهضة مصر في المرحلة المقبلة بجهود أبنائها وبالعمل من أجل غد أفضل وعودة مصر لريادتها الإقليمية والعالمية من جديد. التركة الثقيلة التي خلفتها الحكومات السابقة للحكومة المقبلة تتمثل بعضها في نشر وحفظ الأمن العام ومواجهة الإرهاب وعودة السياحة إلى سابق عهدها، بالإضافة إلى ملف مياه النيل وتداعيات بناء سد النهضة الإثيوبي. الاستثمارات المباشرة والغير مباشرة وكيفية جذبها إلى السوق المصري ستظل هي الأخرى تحديا كبيرا، فضلا عن تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين المحليين والأجانب ورفع الاحتياطي النقدي والتقليص من عجز الموازنة وعودة عجلة الإنتاج من جديد. ولكن رغم كل الظروف التي تمر بها مصر وتعاقب الحكومات، إلا أن الأمل في التغيير والقضاء على الفساد والانطلاق إلى الأمام والاكتفاء الذاتي في كل المجالات سيظل حلما يداعب قلوب المصريين الذين خرجوا في ثورتي 25 من يناير و30 من يونيو. نرجع للحديث مع الدكتور أحمد عفيفي المحلل السياسي. صباح الخير مرة تانية. صباح الخير أستاذة شروت. وعايزين نتكلم عن أهم الملفات الهامة التي تنتظر الرئيس الجديد عبد الفتاح السيسي، وأهم التحديات والصعوبات اللي بتواجهه في المرحلة الحالية مع تحقيق مصالح وطموحات الشعب المصري. الحقيقة احنا هنتكلم على ملفات، لأن سيادة الرئيس امبارح بعث برسائل داخلية وخارجية كثيرة جدا، وإحنا هنتعرض لها تباعا. ولكن قبل ما نبدأ أنا عايز أبعث وأقول مبروك للشعب المصري العظيم الخطوة الثانية في خارطة المستقبل. يمكن إحنا عملنا لجنة ال10 فلجنة ال50 فوثيقة الدستور فإقراره بإجماع شعبي. امبارح عملنا يعني كان في انتخابات رئاسية تقدم لها متنافسان وطنيان الحقيقة، وكان في إجماع شعبي على شخص سيادة المشير السيسي، وكل اللي امبارح بتتويجه رئيسا لمصر. وده الحمد لله بيبقى احنا كده قطعنا الخطوة الثانية من خارطة المستقبل. أتمنى من الله أن احنا نكمل الطريق تباعا في الخطوة الثالثة ونحسن اختيار نوابنا، لأن حضرتك عارفة أن الدستور بقى فيه ضوابط معينة وصلاحيات معينة رئيس الجمهورية عشان يبقى فيه تناغم في الأداء بين رئيس الدولة ومجلس النواب. لابد أن يحسن الشعب اختيار نوابه، عشان احنا شفنا الاختيار الخاطئ لما تم في السنة الماضية. كلنا يعني الحقيقة كلنا جنينا ثمار هذا الاختيار. بس لعبة الانتخابات دايما البرلمانية بتبقى لها حسابات تانية، يعني مبنية على العصبيات، القبائل، سطوة المال. أعتقد إن هي يعني قليل لما بنلاقي حتة إن المواصفات النائب متوفرة في نائب من نواب مجلس الشعب. المواصفات كلها قليل لما بنلاقيها متوفرة جميعها إلا في عدد محدود جدا من نواب مجلس الشعب. أستاذ محمد، لازم إن احنا نتعلم الدرس. احنا بقول لحضرتك أسأنا الاختيار. حصل مشكلة كبيرة جدا في اختيار رئاسة الدولة، فما بال حضرتك النهارده ان انت تسيء الاختيار مره اخرى. الشعب المصري عايز يغير ثقافته، عايز ينتقي. واعتقد ان بقى في عندنا بعد ثوره 25 يناير وبعد ثوره 30 يونيو، اعتقد ان الشعب المصري فاق.
مش يعني فلول الحزب الوطني مش هيبقى ليهم وجود تاني، فلول الاخوان مش هيبقى ليهم وجود تاني. اعتقد من خلال الشارع ما حدش هيوجه الناس، يعني الناس عايزه مستوى التوعيه كمان يعني بقى الثقافه، عالي الكالتشر، العادات والتقاليد. عايزين نفوق نفسينا تاني، وعايزين ننتقي نوابنا في المرحله القادمه، لان عشان يبقى في تناغم، باكدها للساده المشاهدين ولشعب مصر العظيم، عشان يبقى في تناغم في العمل التنفيذي في مصر ما بين رئاسه الجمهوريه ومجلس النواب، لابد ان يحسن الشعب اختيار نواب. طب دكتور احمد، احنا عندنا ملفات شائكه زي التعليم والصحه، يعني احنا الخدمات اللي بيحصل عليها المواطن ممكن نقول انها متدنيه بحجم كبير. ازاي ممكن ان احنا نتعامل في الفتره المقبله وتقديم خدمات احسن تليق بكرامه المواطن المصري؟ استاذ شروت، سياده الرئيس امبارح اتكلم في ملفات كتير جدا، منها التعليم والصحه وغيره، ولكن انا عايز قبل ما اخش في هذه الملفات اتكلم في جزئيتين. ان اي عمل تنفيذي على مستوى عالي زي رئاسه دوله مصر بيبقى ليه شقين اساسيين. الشق الاول اللي هو الشكل، اللي هو هيبه الدوله، واعتقد الناس كلها امبارح في الميادين كانت نزلت بدون ما حد يقول لها. ليه؟ لأن الشكل وهيبة الدولة، إحساسهم بوجود راجل هيبقى مسؤول عن هذا، عن قرار الشعب المصري وعن مقدرات الشعب المصري، ده إحساس حسوا الناس، وعشان كده نزلوا الشارع. الحاجة ممكن استعادة هيبة الدولة بقى. ما أنا جاي لحضرتك. الشق الثاني اللي هو المضمون بقى اللي حضرتك هنتكلم فيه. الراجل عشان يستعيد هيبة الدولة حدد بعض المحاور على المستوى الداخلي وبعض المحاور على المستوى الخارجي. أنا من وجهة نظري عشان ينفذ المحاور المستوى الخارجي لابد أنه يرتب البيت من الداخل من خلال يعني تناول بعض الملفات بمنتهى القوة. يمكن هو امبارح أكد على فكرة الأمن. يمكن كل المصريين نزلوا وأيدوا سيادة المشير السيسي لإحساسهم أن الراجل ده هيوفر الأمن للمواطن البسيط. إزاي أنت حضرتك وأنا والأستاذة شروت نبقى آمنين وإحنا ماشيين في الشارع على نفسينا وعلى أولادنا وعلى ممتلكاتنا وغيره وغيره. فامبارح الراجل أولى هذا الملف وأشار إليه في خطابه بشكل فاعل. قال لك أنا هوفر الإمكانات وهنعيد صياغة التعامل بين رجل الشرطة والمواطن، بحيث في الآخر مصلحة مصر ولا مجال للفساد تبقى يعني ضمنيا. يبقى أنا عايز أعدل منظومة الأمن، عايز أحسس الراجل البسيط في الشارع أن هناك أمن، لأن لو الأمن انضبط في العديد من المحاور الأخرى هتبنى على هذا الملف. هو وعد فعلا بتطوير وإعادة هيكلة المنظومة الأمنية في مصر من خلال محورين أساسيين. المحور الأولاني نوفر إمكانات مادية، ما يبقاش الإرهابي معاه بندقية والضابط معاه طبنجة. يبقى لازم أوفر الإمكانات المادية ويدخل التكنولوجيا كمان. الحاجة الثانية حضرتك إن أنا يبقى عندي أعيد صياغة فكر رجل الأمن من خلال المناهج في الكليات الشرطة وغيره وغيره، ومن خلال تطبيق القانون بدون يعني تجاوز. لأن ثورة 25 يناير عايزين نجرد الأمور، احنا في مرحلة مصارحة مع النفس. ثورة 25 يناير قامت ليه؟ لأن كان في ظلم، وكان الشرطة بتدعم النظام السياسي على حساب أمن المواطن، فاحنا مش عايزين ده. واحنا بنقول اهو لسيادة المشير في أول يوم ليه، وهو أعتقد أنه هو ممكن يتقبل ده لأنه هو عايز ينجح واحنا عايزين ننجحه. في أول ملف أعتقد أنه ملف الأمن. ملف الأمن لو انضبط هيحصل إيه؟ أعتقد أول حاجة هتيجي بعد كده السياحة. هتلاقي حضرتك إذا الأمن انضبط وبعتنا بهذه الرسالة إلى العالم، لابد أن يكون هناك سياحة قادمة إلى مصر بشكل أو بآخر. وأعتقد أنه هو أشار إلى هذا الملف أيضا، جذب الاستثمارات وتكريمه امبارح من وجود بعض رؤساء الدول العربية، وده اللي احنا هنشير إليه إن شاء الله. ده دليل على أن هناك دول عربية خليجية بتقف وراء هذا الرجل، وراء الآليات الديمقراطية اللي بتتم في مصر. وأعتقد أن وجودهم امبارح أضاف الكثير وبعث برسالة للعالم أن ما يحدث في مصر آلية ديمقراطية حقيقية.